في بداية هذه المانهوا نرى العديد من المباني والطرقات التي أصبحت مدمرة بالكامل، وعلى ذلك الطريق نرى بطلنا الرئيسي وهو يسير وهو في حالة من الضيق الشديد، بينما كانت العديد من الوحوش تحدق به. وعند رؤيته لها يقول: لماذا يزعج هؤلاء المارة دائما بلا سبب؟ وأثناء حديثه يصل إلى مكان ما حيث نرى جثة فتى كانت الوحوش تأكلها، وعندما يراها يقول: أخيرا وجدته، لكن يبدو أنه قد تم التهامه بالفعل. وبعد أن يقول ذلك يقوم بإطلاق هالته، فلتلتفت الوحوش نحوه وتبدأ في التحديق به. عندها يخبره النظام برسالة تقول: الوحش رقم 435 يحدق بك، الوحش رقم 221 يحدق بك، الوحش رقم 2022 يحدق بك. وعندما يرى هذه الرسائل يقول: أخيراً، ماذا سأفعل بهذا الاسم المقزز؟ وبينما كان يقول ذلك تهجم عليه جميع هذه الوحوش بغضب لمهاجمته، وعندما يرى ذلك يخرج سيفه فتتفاعل العديد من مهاراته، وفي ضربة واحدة يقضي على الوحوش الثلاثة. بعد ذلك نرى بابا ضخما للغاية، وكان بطلنا الرئيسي يطرقه وهو يقول: أيها الباب، افتح. وعند سماع ذلك يفتح شاب الباب، ويخبرنا عنه أنه لاعب في نمط الهارد واسمه جانج. وعندما يرى بطلنا الرئيسي يقول له: هونغ، لقد وصلت. وعند سماع ذلك بطلنا الرئيسي: لقد تعبت كثيرا من كل هذه الأمور، ألا يمكنك أن تبحث عن شخص آخر للقيام بكل هذه الأعمال؟ فيرد ذلك الشاب قائلا: هونغ، أنت تعرف جيدا أن هذا العمل لا يستطيع أحد غيرك القيام به. ثم ينظر حوله ويقول: لكن أين ذلك الفتى الذي كان قد هرب؟ فيجيبه بطلنا الرئيسي: لقد مات، وقد أكلت الوحوش جميع أجزاء جسده. وعند سماع ذلك يصاب بصدمة شديدة، فيخبره بطلنا الرئيسي أن 3 وحوش من الفئة نفسها قد التهمته. وعندما يسمع هذا يفكر في نفسه: وحوش من نفس الفئة؟ لاعبو نمط الهارد أقوياء جدا، لكن وحوش الفئة الواحدة تكون في نفس مستواهم، وسيكون الأمر في غاية الخطورة إذا حاصرت 3 وحوش من الفئة نفسها لاعبا واحدا. وبينما يفكر في ذلك يصرخ بغضب شديد قائلا: لماذا؟ أين تلك الوحوش إذن؟ فيرد بطلنا قائلا: لقد قتلتهم جميعا. وعند سماع ذلك يفرح كثيرا ويقول: حسنا، دعني أرى. ثم وهو يغادر يقول: لقد شعرت بالجوع، سأذهب لأتناول الطعام. وعندما يراه يبتعد يسأله ذلك الشاب: هونغ، أخبرني بصراحة، هل أنت فعلا لاعب في نمط الإيزي؟ وهنا يتم إخبارنا عن بطلنا وهو كانتي-سان، وهو لاعب في نمط الإيزي. وعند سماعه هذه الكلمات يقول كانتي-سان: كف عن هذا الهراء، كان هناك الكثير من الناس الذين دخلوا المتاهة معي، لماذا لا تذهب وتسألهم؟ وعند سماع ذلك يجيبه الشاب: جميع لاعبي نمط الإيزي ماتوا ولم يبقى سواك. وهذا أمر غريب جدا، فإن وجود لاعب في نمط الإيزي حيا في مثل هذا الوضع أمر غير معقول. حتى لاعب نمط العادي بالكاد يستطيع النجاة في هذه الحالة. ثم يقول بوجه جاد للغاية: كيف أصبحت قويا إلى هذه الدرجة؟ حتى أنا لاعب نمط الهارد، ومع ذلك لا أستطيع مجاراتك. وعند سماع كلامه ينظر كانتي-سان إليه ويقول: السبب هو أنكم كنتم جميعا متهورين جدا أثناء محاولة إنهاء المستوى 11. وعندما يسمع ذلك يرد الشاب قائلا: انظر، أنت تعود مرة أخرى إلى نفس العذر. بعد ذلك نرى قاعة الطعام حيث يقدم لكانتي-سان في وجبته حبتا بطاطس، وعندما يراها يقول متذمرا: ما هذا الجحيم؟ مرة أخرى البطاطس، ألا يمكنهم زراعة شيء آخر؟ فيقول ذلك الشاب: لا يمكن فعل شيء حيال ذلك، فزراعة البطاطس سهلة جدا، ومع ذلك هناك حد لما يمكننا زراعته. ألم تتعلم أي مهارات تتعلق بالزراعة؟ وعند سماع كلامه يرد قائلا:
كيف يمكن لشخص لاعب في نمط الإيزي أن يتعلم كل هذا؟ هناك كان الطعام متوفر في كل مكان، وعندما يسمع ذلك يقول له: أنا أسأل هكذا فقط. وبينما كانا يتبادلان الحديث، نرى في الخارج بعض الأشخاص يتشاجرون، وعند رؤيتهم يقول كانتيسان: يبدو أن هناك شخصا آخر قد أنهى المستوى 11 وعاد. فيجيبه الآخر: نعم، يبدو الأمر كذلك. فيقول كانتيسان: اذهب واشرح له ما الذي يجري هنا، وقل له ألا يحدث فوضى. وعند هاك فيقول: يبدو أنك ستضطر إلى الذهاب وإيقافه بنفسك، فهذا الرجل لاعب في نمط الهارد. وفي الخارج نرى ذلك الرجل يهاجم كل ما حوله ويحدث دماراً، وهو يصرخ: لا تمزح معي، لماذا لم أعد إلى الأرض؟ ما الذي يحدث هنا؟ هل توجد كاميرا مخفية في هذا المكان؟ لا تلعبوا معي ألعاباً سخيفة. وفي تلك اللحظة نرى كانتيسان وهو يخرج إلى الخارج ويسأل أحدهم: أين ليتا يونان؟ فيجيبه الرجل: لقد ذهبت إلى مكان آخر. وفي الوقت نفسه نرى رجلاً عجوزاً يقترب من ذلك الشخص ويقول له بهدوء: يا بني، اهدأ، هذا هو العالم الحقيقي. منذ أن دخلتم المتاهة تغير هذا العالم كثيراً، لذلك فمن فضلك اهدأ وتعال لنتحدث. وعند سماع كلامه يصفعه صفعة قوية ويقول: لا تمزح معي. وعند رؤية ذلك يقول كانتيسان: يبدو أن علي الذهاب وتهدئته بنفسي. وعند سماع رفيقه هذا الكلام يفرح كثيرا ويقول: اذهب بسرعة. فيرد كانتيسان: إذا فعلت شيئا ببطاطسي سآتي وأقتلك بنفسي. وعند سماع ذلك يصاب بالصدمة، بينما يتقدم كانتيسان نحوه ويقول: للأسف المكان الذي تقف فيه الآن هو الأرض، لكن الإنسانية بدأت في الاندثار. وعند سماع كلامه يرد الرجل: لا تمزح معي. وعند رؤيته يفكر كانتيسان في نفسه: ها نحن نبدأ من جديد. فمعظم اللاعبين الذين يعودون من المتاهة إلى الأرض عندما يرون هذه الأرض المدمرة لا يستطيعون تقبل أنها هي الأرض التي يعرفونها، ويدخل في حالة صدمة. فالأمر يشبه تماما عدم القدرة على تقبل الحقيقة. عندها يقول كانتيسان: لم يبقى سوى طريقة واحدة. ثم يرسل له طلب مبارزة. وعندما يراه يقول الرجل: من أنت؟ تريد أن تبارزني؟ ثم ينظر إلى اسمه ويقول بسخرية: كانتيسان؟ إذن أنت لاعب في نمط الإيزي. ألا تعرف الفرق بين نمط الإيزي ونمط الهارد؟ ألا تدرك قوتك الحقيقية؟ ويبدأ بالاستهزاء به. عندها يقول كانتيسان ببرود: أغلق فمك، إذا انتصرت علي فسأريك العالم الحقيقي الذي تريد رؤيته. وعند سماع ذلك يصرخ بغضب قائلا: إذن لا تندم لاحقا. ثم يخرج سيفه ويفعل عليه قوة نارية، وهو يطلق هالته، يتقدم نحوه ويفعل العديد من مهاراته، ثم يوجه إليه ضربة قوية بسيفه. لكن بسبب إحدى مهارات كانتيسان يتم إلغاء هجومه بالكامل، ويظهر إشعار يقول: ضرر 0 لكانتيسان. لقد تسببت في ضرر 0 لكانتيسان. وعندما يسمع ذلك يقول بدهشة: ما هذا بحق الجحيم؟ وبينما ينظر إليه مصدوما يمسك كانتيسان بسيفه ويقول: هل هذا كل ما لديك؟ وعند رؤية ذلك يفكر الرجل في نفسه: هل تم إلغاء هجومي؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لم أسمع بشيء من هذا القبيل من قبل. وفي تلك اللحظة يبعد كانتيسان سيفه إلى الجانب ويقول: الآن جاء دورك. ثم يوجه له لكمة تصيبه بضرر قدره 49. وعند رؤية ذلك يفكر في نفسه: 49 ضرر، بالضبط 49 نقطة فرق في الإحصاءات والمستوى بين لاعب الإيزي ولاعب الهارد، وهو فرق لا يمكن تغييره. وبينما كان غارقا في هذه الأفكار يجهز كانتيسان لكمة أخرى ويقول: قدرتك على التحمل تتجاوز 10,000، أليس كذلك؟ هل قلتها بشكل صحيح؟ وهو يقول ذلك يستعد لتوجيه اللكمة، وفي تلك اللحظة تتفاعل العديد من مهاراته. وعند رؤية هذا المشهد يصرخ الرجل: انتظر انتظر. لكن قبل أن يكمل كلامه
يوجه له كانتيسان لكمة قوية تنفجر معها طاقة هائلة، فيتلقى ضررا قدره 446. وفي نفس الوقت يقول له كانتيسان: والآن هل تعترف بأن هذا هو العالم الحقيقي؟ وعند سماع ذلك الرجل ينهار بالبكاء الشديد ويقول: لماذا أصبح هذا العالم هكذا؟ لو كنت أعلم أنه بينما أستمر في إنهاء المراحل سيتحول العالم إلى هذا الحال لما ذهبت أبدا لتجاوز المستوى 11. ثم يتم إخبارنا بما حدث لهذا العالم. فعندما كان العالم يعيش في سلام، انفتح فجأة بوابة في السماء وبدأت الوحوش بالخروج منها. وفي تلك اللحظة ظهرت أمام البشر نافذة النظام، وقد عرضت عليهم 4 خيارات: نمط الإيزي، نمط النورمال، نمط الهارد، ونمط الألون. كل اللاعبين الذين اختاروا أنماطا مختلفة ودخلوا المتاهة واجهوا مستويات صعوبة مختلفة، وعندما أنهوا المتاهة وعادوا إلى الأرض وجدوا أن الأرض قد امتلأت بالوحوش وأن الفوضى تعم كل مكان. وفي تلك اللحظة يقول كانتيسان: ما يمكننا فعله هو ما فائدة هزيمة الضعفاء؟ من يستمع إليه يقول أنه ليس ضعيفا، بل هو عادل. الأمر ببساطة أنك قوي جدا. تجاهل ما يقوله برج السرطان بعد الاستماع إليه. يبدأ بتناول طعامه ويقول إن هذا الطعام بارد جدا. حدث ذلك بالفعل. هذا هو السبب الذي جعلني لم أرغب بالذهاب إلى هناك. الذي كان الصبي يقول: ولكن يا صديقي، كم معك؟ جميع المهارات متوفرة، حتى أنت ملكه كما تم إحباط الهجوم. يبدو أن لديك كل المهارات التي تشبه مهارات الغش. على أي حال لديك الكثير من المهارات. من أين أتيت؟ والتي يستمد منها السرطان غذاؤه أثناء تناول الطعام قال: إنني اكتسبت كل هذه المهارات، لقد حصلت عليه بالعمل الجاد. من يسمع ذلك يقول: أنت دائما ما تكرر هذا الكلام. واحد آخر وصل اللاعب: يبدو أن اليوم هو اليوم المنتظر. إنه جيد جدا جدا. على أي شريحة توسان مقطعة بعد أن أنهى طعامه أخبرني بهذا. لا يبدو الأمر كذلك. في تلك اللحظة نرى فتاة من الذي كان سيحضر الكثير من البلورات يكون. عند رؤية ذلك بدأ الجميع بقول هاي هاي هناك. وفي الوقت نفسه أخبرني كاتسان بهذا. يبدو أن ليان قد وصلت. بعد ذلك نحن لنرى كيتسان في منزل ليتيان. لقد جاء لمقابلته، حيث لياتيان قمت بتزيين منزلي بالكثير من الأشياء. يحدث ذلك مع الأخذ في الاعتبار كل هذه الأشياء. تيجسان أفكر في نفسي أن هذا العالم ينتهي هنا، على وشك الحدوث، وكلها أشياء عتيقة إنها مشغولة بجمعها. واحد هناك رؤية لوحة ضخمة معلقة. يعتقد تيجاسانغ في قرارة نفسه أن مثل هذا الشيء الكبير، اللوحة هنا بدون أي خدوش، ادفع لأي، وهو أول شخص. أولا قم بتنظيف الجهة اليسرى. أعتقد هذا ينظر إليها ويسأل: مثلك لماذا تحب أقوى امرأة كل شيء؟ هل هذا صحيح؟ مسألة الكانتيثيون لليتيان. عند سماع ذلك أخبرته ليان أنه في مثل هذا الوقت شخص ما عدم الانشغال المفرط بأي شيء أمر رائع للغاية، بل هو أكثر أهمية. لماذا لا تفعل ذلك؟ حول ممارسة هواية مثل هوايتي. هل تعتقد ذلك؟ عند سماع إجابته كانتيثيون ويقول: سنفعل كل هذه الأشياء عندما سيكون لدينا وقت. أخبرني الآن أن لماذا استدعيت لي إلى هنا؟ عند سماع هذا تسأله: من هو الشخص الذي يمر بمزاج صعب اليوم؟ جاء الرجل: هل لقنته درسا؟ كلما سمعت عنه إنه لأمر مثير للغاية جدا. سهل. أصبح اللاعب الذي يلعب دور المزاج جاهزا أخيرا لمزاج صعب. كيف يهزم اللاعب؟ وبعد أن قال هذا يفتح نافذة الحالة. أين هو؟ الاسم ليون. المستوى 258. نقاط صحة، مانع، القوة، الهجوم الذكي، الدفاع. كل هذا أيضا يحدث كثيرا. إنه أمر مبالغ فيه. إنها تشعر بخوف شديد. له بهذه الطريقة رؤية نافذة الحالة المفتوحة. يقول المعسكر: هل أنت سكرتيرك؟ تريد أن تفعل شيئا؟ يجلس عليه في مقعده. نهضت وقالت: لا، لقد أنا فقط أتفقد نافذة الحالة. هيا أظهر أنت أيضا ما لديك. والذي يوجد عليه أيضا المعسكر. يفتح نافذة الحالة، حيث نحن لنلقي النظرة على نافذة حالته. ومستواه يمتلك 57 نقطة صحة وقوة مانع وذكاء. كل هذا يتعلق أيضا بهجوم ودفاع HDT، وهو أمر بالغ الأهمية. الإفراط هو الأقل. عند رؤيتها لهذا قالت: أنت كما كنت أظنك تماما، كن ضعيفا جدا. عند سماعه يتحدث هو يقول: هل تريد أن تتشاجر معي؟ نعم. فتقول: أوه لا، لقد قلتها أنا.
كنت مجرد أداة بسيطة للتحقق من نافذة الحالة. كان يفعل ذلك وقد أخبرنا بطول المستوى. قسمها إلى 4 مستويات صعوبة مختلفة. لقد ذهب. إذا قام رجل بتوظيفك يجب إكمال مستوى الصعوبة المحدد. إذن مهما عملت بجهد، فمهما كانت صعوبة عملك، انظر، لن تتمكن من سد الفجوة بينكما. 1 عالة اللاعب الصعب هي 10، إنها تزيد قليلا عن ذلك، لكن لا أحد هارد مود كباندا تنك إك هجوم فردي، إنه لا يستطيع حتى تحمل ذلك. والسبب بسيط جدا، لأن تيسان يمتلك الكثير من المهارات، وهو ما عمل بجهد لتحقيقه، استلمه. وفي نفس الوقت نرى ليون الذي يستخدم سلاحه الشبيه بالقلم، فعل جميع مهاراتك عن طريق إخراجها ويمنح تيسان ضربة قوية. يكون، لكن حتى أسرع قليلا من هذا، فيسان لم يحدث أي ضرر. ولما رأى ذلك يقول: ماذا تفعل في النهاية؟ ثم يخفي سلاحه. قالت: لا شيء، لديك الكثير، أمتلك جميع المهارات اللازمة لحماية نفسي من الهجمات، لم تشعر بأي ضرر. ماذا لديك؟ هل لديك 200 مهارة؟ عند سماعه هذا الكلام ثم هز القلعة وقال: حوالي 230. وسألته: قلت: إنك تكتسب كل هذه المهارات أثناء تسلق البرج. لقد فعل. نحن أيضا بحاجة إلى برج مثلك، كان ينبغي البحث بدقة. نحن فقط كان علينا التركيز على أن تكون قويا، أليس كذلك؟ هذا فقط لتطهير البرج. الذي يسمع يقول تيسان: من يعلم كل هذا الآن؟ هذه أمور من الماضي. عند سماعه يتحدث هو تقول: إنه ليس بالضرورة صحيح. حسنا، أنت شخص ممتع جدا بالمناسبة. لو اخترت حالة فردية لكنا بالتأكيد كنا سننتصر على هؤلاء الوحوش. ونحن يقال إن مهارات تيسان هي أنه قوي جدا، لكن نصف كلما زادت مهاراته كلما تحسنت حالته. يعتمد ذلك على النقطة، وبسبب نقاط الإحصاءات منخفضة للغاية، لذا إنه يستخدم أكثر من نصف مهاراته لا يمكنني حتى استخدامه. ولهذا السبب بالذات الجميع يكررون له دائما: لو فقط كان عليك اختيار لاعب قوي الضربات، وإلا فقد حافظت على الأقل على مزاج طبيعي. لو تم اختيار اللاعب أيضا. ونفس الوقت نرى من يقول: ماذا؟ هل يمكننا التوقف عن كل هذا الكلام الآن؟ هيا لننتقل مباشرة إلى صلب الموضوع. أنت ألم تذهب للاستكشاف؟ الذي عليه قالت: نعم، ذهبت. ثم الموجة الثالثة التي ستأتي قريبا. من يسمع تيسان يبدو أنه مصباح كبير. يقول: الآن انتهى. قليل من كل شيء. من حين لآخر تستمر موجات من الوحوش في القدوم، حيث يقتل الكثير من الناس، وغير ذلك الكثير انهيار المباني. دمرت المدينة بأكملها. دعنا نذهب. في الموجة الأولى غطينا السنة بالكامل، فقدنا إنسانا، وفي الموجة الثانية نخسر أكثر من نصف اللاعبين ذوي المزاج الصعب أعطى، وفي الموجة الثالثة نبدأ فقط بي. لم يكن بوسعنا سوى إنقاذ المدينة، والآن قد حلت هذه الموجة. كانت كذلك سابقا. ثم يسألها: كم عدد هذه المرة ستأتي المزيد من الوحوش؟ الذي عليه وتقول: إن 2 من الوحوش من الفئة S، وعشرات وحوش من الفئة A الكاملة، وآلاف وآلاف وحوش فئة B، ورسول وحش الفصل. عند سماع ذلك جاء تيسان إلى وضع يده على جبهته، وفكر في هذا الوضع. لقد أصبح الوضع سيئا جدا. من هنا كان يونان الذي كان يكذب في هذا الوضع صعبا للغاية التعامل مع وحشين من الفئة S، ونحن في مزاج صعب للغاية. اللاعب القادر على هزيمة وحش من الفئة A كان بإمكانه التعامل معه، وحتى أحد الرسل سيأتي وحش الفصل أيضا وهو S، وهو أيضا يجتاز الفصل. كل هذا أنا أفكر فيه. ثم يقول: ليتيان، لكن علينا القتال. تيسان: لك 2 منكما فقط يستطيعان التعامل مع وحش الحلوى. يأخذ. عند سماعه هذا قال: هل تريد أن أموت؟ بعد سماع كل هذا يقول تيسان وهو يغادر: يبدو أن كل هذا انتهى. فتسأله عمه: هل يجب أن أعلن هذا للجميع؟ الذي يقوله تيسان: إنه على الأقل يجب أن نكون عقليا، يجب أن يكون المرء مستعدا. هل يمكنني أن أتركهم يموتون دون أن يعرفوا شيئا؟ عند سماعها هذا قالت: إن هذا أفضل سيكون. عند سماع هذا توقف تيسان عند هذا الحد وقال: لكنني لا أعتقد ذلك. وبعد أن قال هذا يبتعد من هناك. شاهدته وهو تقول ليان: تيسان، أنت جدا قوي ويمكنك أن تقودنا، لكنني خجول جدا. هي كانت تحمل بلورة في يدها وهي تقول ذلك. يكون. بعد ذلك سنرى بعض اللاعبين الذين يكتشفون أن هجوم الوحش سيحدث. كل هذا يتعلق بي. إنهم يبكون كثيرا. هو يقول: كل شيء. كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي يوما، سيأتي، لكن هذا كثير علي. أشعر بالاشمئزاز.
وفي نفس الوقت نرى تيسان وذلك الصبي، حيث يسألها تيسان: وماذا عنك؟ فيرد الصبي قائلا: ليس لدي أي شكوى. لا يمكن، خاصة في مثل هذه الحالة التي يموت فيها الناس كل يوم، نكون إنها فترة طويلة للعيش، تم الانتهاء منه، لا يمكن أن أموت كهذا، سيكون ذلك رفها. يقول تيسان في لحظة موته: يا له من رفها، وقد صدمت ذلك بشدة. وهو ينظر إلى الصبي الذي كان في مزاج سيء، يقول الآن: عندما أعتقد أنه مثير للشفقة للغاية، يكون عندما رآه قال ذلك الرجل أيضا: نعم، أنت محق. بعد كل هذا الكفاح خرجت وهي تجتاز البرج، ويجب أن يموت في اليوم الذي يظهر فيه. في الواقع ليس لديه أي حظ على الإطلاق. ويسأل تأسام عنك: ما أنا؟ إذا أجبت بصدق أعتقد أنك أهم شخص هنا. أنت تشعر بالإحباط. إذا كنا جميعا ملكك، لو أننا عملنا بنصف هذا الجهد فقط لكنا ليس عليك النظر إلى الموقف. على أي توتر يقول: نعم، أنا سعيد جدا، أشعر بالإحباط، والموت بهذه الطريقة يكفيني بسبب الإحباط. وفي نفس الوقت نرى تفتح البوابة وتخرج منها الوحوش. توقعوا ماذا سيحدث في الفيديو القادم، ومع السلامة يا أساطير. لقد بدأ الأمر. كل تلك الوحوش عندما رأى الصبي ذلك سأل: واو، أنا مجنون، سأكون كذلك. تيسان: من تقاتل؟ هل ستفعل ذلك؟ فيرد تيسان قائلا: أنا سأقاتل وحشين من الفئة أس، لقد كنت كذلك. وبعد أن قال هذا بدأ بالقفز من هناك يستعد. فيقول الصبي: سأقابلك في الحياة الأخرى، أظن ستموت قبلي، أرجوك من أجلي انتظر هناك. حيث يظهر تيسان مهاراته من خلال تفعيل طبقة الحبيبات. يصبح المدى الطويل، يقفز ويقول: حسناً، إنه في الهواء. فعل مهاراتك الاستطلاعية الكاملة. يقوم بمسح جميع الوحوش التي يعثر عليها. تم العثور على وحشين من المستوى S. يقفز أمامه أرضها. بمجرد الانتهاء من ذلك يقوم النظام بإبلاغه: لقد واجهت شيئاً فظيعاً. تجاهل تيغا سوين هذه الرسالة، وينظر إلى الوحوش ويتساءل عما تخطط له. المستوى أعلى بكثير، لذا هناك الكثير من المخاطر. في النظام بدأت الرسالة بالوصول، لكن منذ لديه الكثير من المهارات، ولهذا السبب لذا ينبغي تجاهل كل هذه الرسائل الخطيرة. دعنا نذهب. ثم أخرج سيفه وهو يمضي قدما نحوهم جميعا، يقول: الموت، أنت تعيش حياة رخيصة. وبعد أن قال هذا أخبرهما كليهما: وأنت تتقدم نحو الوحوش، عقلك أظنه سيكون الأمر جيدا طالما لا ينبغي أن يكون هذا الوحش من النوع الدفاعي. لكن لسوء الحظ هذا الوحش دفاعي، إنه مجرد نوع، وهذا الوحش يقفز. هو على وشك أن يضربها ويصادفها، أي يستطيع المراوغة بسرعة بفضل مهاراته. وتقول شركة كار إن قدرتها تبلغ 144 مليون. ما هذا الهراء؟ وأخيرا، أنا كم من الوقت سيستغرق القضاء عليه؟ بعد قول هذا ينظر إلى الوحش الآخر، حيث نحن لنرى ذلك أيضا. أيها الوحش ذو القدرة على الدفاع عن المدى البعيد. يحدث ذلك، لكن قدرته على التحمل تبلغ 1.25 مليون. يحدث ذلك. عند رؤيته لهذا قال: اقتله، سيكون الأمر أسهل قليلا. وبعد قوله هذا هو يركض نحوه ويضربه بسيفه. يبدأ زر الأعلى بضرب زر القطع، لكن بضربته القاطعة يحصل ذلك الوحش على 42 ضرر، 38 ضررا و32 ضررا. هذا وهو ينظر إلى اللوحات يفكر في نفسه. بسبب مخالبه فإنه يمتلك المزيد، لا يبدو أنه متضرر. وهو يفكر في هذا بالتحرك للأمام نحو الرأس. في ذهنه هو يعتقد أنني يجب أن أكون في رأسه. هناك حاجة لذلك، لكنه رآها قادمة نحو رأسه. عند رؤيتها هاجم الوحش كالبرق. بعد تحضيره ضربه بقوة، لكن بسبب نطاقها يتم الإبلاغ المطلق. هذا لا يسبب أي ضرر له. هذا من خاصته عند رؤية الهجوم. يفكر في نفسه: لا مفر من هجوم مخالبها. يستطيع، لذا علي أن أبذل قصارى جهدي، أي أنني يجب أن أتوقع ذلك. متى وأين سيحدث هذا الهجوم؟ هو وبعد أن فكر في ذلك بدأ يتجنب هجومها واندفع بسرعة نحو رأسه متفاديا. وبعد تقدمه تلقى ضربة قوية على رأسه، ضربات تسبب 48 ضررا. يبدو الأمر كذلك.
لكن بسبب هذا الهجوم غضب الوحش بشدة، يهاجم البرق كل مكان، بمخالبه يبدأ فعل ذلك. ولفترة من الوقت بعد هذا الهجوم، عندما يقوم هذا الوحش بالتبريد، ثم نرى تيسان من يستطيع القفز ومهاجمة هذا الوحش. يفكر في نفسه وهو يقترب. نطاق الوحش هو نوع هجوم ومدى هجوم. الوحوش الهجومية هي دائما من النوع الدفاعي، محمية منه، لكن قول هذا يبتسم ويظهر إحدى مهاراته. فعل خاصية القوة المزدوجة لهزيمة ذلك الوحش، يأخذ السمن معه إلى مكان واحد. السبب في ذلك يقال إنها لمدة دقيقة واحدة. الوحش رقم 7 لا يستطيع أن يسبب لك أي ضرر، لن أحصل عليه. يمسك تيسان بسيفه، تعزيز مهاراتك المتعددة ينشط، ويفكر في عقله: لو كانت التي يونان هنا لكانت أفضل مني، كان بإمكاني قتل هذا الوحش بسهولة أكبر، لكنني أستطيع بسهولة هزيمة هذا الوحش بقدر هزيمته، لأن لدي المزيد. لا يوجد شارع، أنا أعتمد فقط على مهاراته، أستطيع نقلها. وبعد أن فكر في هذا، هاجم ذلك الوحش، لكنه يبدأ في الهجوم مرارا وتكرارا. بكل بساطة، بعد أن هاجمه لفترة طويلة ينتهي الوحش، لكن ذلك الوحش بعد قتله يصبح لديه المزيد من السحر. لم يعد هناك أي جدوى. بالنظر إلى هذا يقول: إنني أشعر كما لو أنني سأفقد عقلي. أكون. ثم نرى وحوشا أخرى. ما تبقى هو يقاتل معه أيضا. كان هذا يحدث. كرر نفس الشيء باستمرار، يستمر في فعل ذلك. تشاجر معه مرارا وتكرارا، يستمر في فعل ذلك. استمر في القتال على هذا النحو، ولهذا السبب فإن عقله في حالة مختلفة، يصل إلى هناك، ولهذا السبب يطلق عليه النظام يرويها. عقلك الذي هو في حالة من الانطباع الأعمى قد وصل، وحدوث شيء كهذا يعد معجزة. الأمر أشبه بالوجود. حتى تتمكن من تعلم مهارة جديدة، أحصل على ما هو روحي. يعلو. بعد رؤية كل تلك الرسائل يقول: كل هذا يحدث ضجيجا كبيرا، ونحن لنرى ذلك الوحش الذي حالته أيضا كان سيكون في حالة يرثى لها. في ذلك الوحش يخطو بسيفه بحيث يطلق عليه الوحش رقم 5، وهو قد مات، والجميع يعلم أن آلهة هذا البعد يمكن لك. لقد فوجئت كثيرا برؤية هذا الإنجاز. نكون. ثم استعاد وعيه وفكر في نفسه. أتساءل كم من الوقت مضى علي. سأستمر في القتال. يبدو أنه بضعة أشهر تم إنجاز ذلك. يا إلهي، عقلي يدور. لقد عانى كثيرا وهو يفكر في هذا الأمر. ثم يقول: لنذهب إلى المنزل. نكون. أثناء سيره يرى الكثير من المباني التي تم تهديمها. الناس الموتى يرقدون هناك، وأنا أراهم جميعا. ستأتي مشاهد من الماضي، حيث هو ينظر إلى صديقه ويقول: إن كل شيء يجب أن يستمر على هذا النحو. كان كما قيل. ثم يصبح ينظر إلى المكان الذي يرقد فيه لي يونان ميتا يحدث. عند رآها فكر في نفسه: هي أول امرأة تتخلص من حالة المود الإفرادي. أنجز المهمة، لكن ما الذي قضى عليه؟ أعطى. أينما نظرنا إليه هناك يوجد وحش من مستوى الرسول. له يمكن للنظام أن يعرف ذلك بمجرد النظر إليه. ستموت قريبا. جميعهم عندما رأيت الرسالة شعرت بمدى سوء الأمر. ستموت قريبا. جميعهم عندما رأيت الرسالة شعرت بمدى سوء الأمر. هذه هي تلك الأشياء. وهو يهاجم ذلك الوحش بغضب، يتقدم للهجوم، وهذا يوجه السيف نحو ذلك الوحش، ونتيجة لذلك لم يحدث شيء لذلك الوحش، لكن ذلك الوحش يهاجمه بقوة كبيرة، مما يؤدي إلى التخلص منه. وأفكر في جسدي، لا أستطيع الشعور بأي جزء. أشعر كما لو أن قلبي بالكامل تم تدميره. لا أستطيع حتى التنفس. أنا قادر على التحمل. الذي يقتل ذلك الوحش عندما يراه سيتحول ذلك الوحش تماما. إنه يتجاهله. الذي يفكر فيها يبدو أن هذا الوحش نفسه يعلم أنني سأموت في وقت ما، لذا هو لا يكترث لي حتى. مثل هذه الظروف أشعر بخيبة أمل كبيرة على هذا الأمر. أين نرى مخلوقا يبدو صغيرا؟ كنت سأرى كل هذه الأشياء من الشق. يكون. ويفكر تين: إذا كان في الماضي كنت سأختار ببساطة الوضع السهل. أقل اخترت أيضا الحالة المودية العادية. أقل من لو حدث ذلك لما انتهى الأمر على هذا النحو.
لكنه ثم يوبخ نفسه ويقول: لا، في النهاية لماذا علي أن أفكر في هذه الأشياء عديمة الفائدة؟ أنا ما زلت على قيد الحياة. كل هؤلاء اللاعبين، كل هؤلاء فقط كان يستخدم للتركيز على تطهير البرج. هو كان بإمكان أي شخص أن يعمل بنصف الجهد الذي بذلته. حينها لن نضطر إلى رؤية هذا اليوم. بعد قول هذا كان سعيدا جدا بنبضات قلبه. كان سيكون مخيبا للآمال للغاية. خيبة أمل. يستلقي هناك ويفكر في نفسه. يعتقد أن كل شيء قد انتهى. ماض كان اختياري أن أختار حالة مودية هادئة للقيام به. الآن لا فائدة من إلقاء اللوم على أي شخص. سيكون هنا تنتهي الإنسانية. وفي نفس الوقت بمجرد أن نظر إلى يدها يذهب، حيث يحمل في يده لونا أزرق، يتم الاحتفاظ بالكريستال هناك. فرآها ذلك. أتساءل في نفسي: ما هذا في الأخير؟ ماذا يحاول هذا المخلوق حماية شيء ما؟ عمله. وبعد أن فكر في ذلك تحرك نحوها، يبدأ في الزيادة. ولما رأى ذلك المخلوق فقد هو أيضا، لكنه قادم للهجوم، حيث يخبره النظام: هناك فرصة أخيرة، أي مهارة لديك يمكن استخدامها بدون أي قيود. يعم، حيث يطور مهارته. توقف. يستخدمها 100 متر بسبب يتوقف الزمن في نصف قطر دقيقتين لي. ولما رأى ذلك تقدم وأمسك بيدها يأخذ تلك الكريستالة منه. تلك الكريستالة سيظهر النظام بمجرد لمسه. الحجر الإلهي هو مصدر كل شيء يتحكم فيه، وبالمساعدة من هذا يمكن للشخص العودة بالزمن إلى الوراء. يكون عند سماعه ذلك التقط الكريستال تواه. هل يمكنك أن تعيد الزمن إلى الوراء؟ للقيام به، لماذا يجب أن تكون ليان هي المقصودة في النهاية؟ وفي نفس الوقت نرى مرور دقيقتين يزول وتنتهي مهارته. أين سيأتي هذا الوحش لمهاجمته يحدث؟ عندها قال: لنذهب معك، سأراك مجددا. وقال هذا للكريستالة، مما يعطي لونا أزرق يضيء النور في كل مكان. وبعد ذلك: لماذا أستمر في استخدامه حتى النهاية؟ أليس كذلك؟ لو كانت ليان لكانت بالتأكيد ستفعل ذلك. سأستخدمه فقط. ليس لدي أي فكرة لماذا لم يستخدمه في النهاية. فعلا، وهو يفكر في هذا نظر من النافذة، ثم نظر إلى ساعته وقال: هذا حدث بالفعل. أين نحن؟ انظر، إنها بالفعل الساعة 11:58 2 فقط، لم يتبقى سوى دقائق معدودة على حلول العام الجديد، في حين كان الجميع في الخارج يحتفلون برأس السنة الجديدة. توقعوا ماذا سيحدث في الفيديو القادم، ومع السلامة يا أساطير.